حضر محمد أنور وكيلا عن المتهم بتوكيل خاص موفق لحضراتكم بالأرواح. السيد المستشار الهيئة الموكلة نلتمس من حضراتكم الحكم براءة موكلي تأسيسا على بطلان التفتيش والقبض وعدم مشروعية الضبط. سيادة الرئيس، الاستيقاف كما عرفته لنا محكمة النقد هو إجراء تقوم به رجال السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف والتحري عن الجريمة، وهو أن يضع الشخص نفسه موضع الشك اختيارا منه. هذا الوضع يلزم مأمور الضبط القضائي بالتدخل للكشف عن الحقيقة. الاستيقاف بهذا المعنى سيادة الرئيس لا يبيح التفتيش، إنما كل ما يبيح لمأمور الضبط القضائي هو أن يرى بطاقة الشخص الذي استوقفه، فإن لم يكن يحمل بطاقة يقوم بالتحري عنه، ثم بعد ذلك يخلي سبيله. ما فعله السيد مأمور الضبط القضائي في تلك الواقعة هو مخالف مخالفة صريحة لنص المادة 41 فقرة أولى من الدستور المصري. سيادة الرئيس، السيد محرر هذا المحضر لم يوضح لنا حالات اشتباهه بموكله. كيف كان يسير موكلي فاشتبه به؟ مثلوك يا سيادة الرئيس الذي فعل موكلي حتى اشتبه فيه السيد مأمور الضبط القضائي. سيادة الرئيس، حتى لو مأمور الضبط القضائي قد اشتبه بموكله فلا يجوز له القيام بتفتيشه طبقا لنص المادتين، المادة 350 و 351 هي التعليمات العامة للنيابات. المادة 350 سيادة الرئيس، يعني انت عاوز تقول ان مفيش مظاهر للاستيقاف؟ لا، الاستيقاف باطل يا سيادة الرئيس. المادة 350 سيادة الرئيس تحدثت عن التفتيش الوقائي اللي بيقوم به مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى تجريد المقبوض عليه من أي أسلحة تساعده على الإفلات. المادة 351 سيادة الرئيس تحدثت وقالت أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم قبل عرضه على سلطة التحقيق في السجن. سيادة الرئيس، ومحكمة النقد أيضا في حكم شهير لها قالت أن التفتيش الذي يجرى دون إذن من النيابة العامة فهو تفتيش باطل. نفهم من كلام على الرئيس، لو كان مأمور ضبط القضاء باستيقاف أحد الأشخاص في الشارع وكان بتفتيشه، هذا التفتيش باطل لأنه تم دون إذن من النيابة العامة. سيادة الرئيس، يتضح لنا أننا نحن أمام تفتيش وقائي باطل. لماذا سيادة الرئيس؟ لأنه لم يسبقه قبل. يتضح لنا أننا نحن أمام حالة من حالات الضبط والتفتيش وفقا للإجراءات القانونية، ومن ثم يحق لنا أن نطلب براءة موكلين.